بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في البلاي ليست ديت هنتعلم مع بعض إزاي نخزن البيانات لوكال في تطبيقات الفلاتر باستخدام باكج SQ Flight. بس قبل ما نبدأ نكتب كود لازم الأول نتعرف على شوية مفاهيم مهمة جدا هتسهل علينا كل اللي جاي. في الفيديو ده هنجاوب على 3 أسئلة: يعني إيه سيكوال؟ وإيه هي الكود اوبريشنز؟ وليه أصلا بنستخدم SQ Flight في تطبيقات الفلاتر؟ معاكم محمود كمال، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة محتاجين نعرفها يعني إيه سيكوال. سيكوال هي اختصار لستراكشر كويري لانجوج، ودي اللغة اللي بنستخدمها علشان نتعامل مع الريليشنال داتابيس. يعني إيه ريليشنال داتابيس؟ يعني إن البيانات تكون متخزنة في جداول، وكل جدول ممكن يكون له علاقة بجدول تاني. زي مثلا لو عندنا سيستم خاص بإدارة تسجيل المواد للطلاب، فالداتابيز بتاعت السيستم ده فيها 3 جداول. الجدول الاول خاص بالستودنتس، وده بيخزن الاي دي والنيم بتاع كل طالب. وفي تيبل تاني او جدول تاني خاص بالكورسات، وده بيخزن الاي دي والنيم بتاع كل كورس الطالب ممكن يسجله. وفي كمان عندنا جدول ثالث اسمه ستودنت كورسز. الجدول ده بخزن الاي دي بتاع الطالب، وبخزن الاي دي بتاع الكورس اللي الطالب سجله. زي مثلا في الرول الاول الستودنت اي دي ب1 والكورس اي دي ب1. معنى كده ان الستودنت اللي اسمه سام اللي الاي دي بتاعه 1 مسجل الكورس اللي الاي دي بتاعه 1 اللي اسمه سيكوال سيرفر، وهكذا. هي دي الريليشنال داتابيز. عندي مجموعة من الجداول، وكل جدول ممكن يكون له علاقة بجدول تاني. احنا بقى بنستخدم سيكوال علشان نضيف بيانات لطالب جديد او نعدل بياناته او نحذفها، وده اللي هنوصل له كمان شويه لما نشرح يعني ايه كروت. طب هل في انواع تانية من الداتابيز؟ في نوع تاني وهو النو سيكوال، وده نوع مش بيعتمد على الجداول لكن بيشتغل اكتر مع البيانات اللي بتكون مش منظمه. زي مثلا لما بتستخدم الفاير بيس فاير ستور، بتلاقي ان البيانات كلها عباره عن دوكيومنتس وكوليكشنز، مش جداول واعمده. بس بما اننا شغالين ب SQ Flight، فاحنا هنركز على النوع الاول وهو SQL. تاني حاجه محتاجين نعرفها يعني ايه كروت. الكلمه دي اختصار لاربع عمليات اساسيه بيتعملوا على اي داتابيز، اللي هو الكرييت والريد والابديت والديليت. زي مثلا لو عندنا تيبل خاص بالتاسكات زي تو دو ليست، فممكن نضيف تاسك جديدة أو نعرض كل التاسكات الموجودة في الجدول ده، أو إن إحنا نعمل أبديت على تاسك معينة، أو نحذف التاسك ديت بعد ما نخلصها. طب ليه أصلا نستخدم SQ Flight في فلاتر؟ لو التطبيق بتاعك محتاج يحتفظ ببيانات حتى لو النت مش شغال، فتحتاج تخزن البيانات دي لوكال. في تطبيقات بسيطة جدا بنستخدم فيها SQ Flight زي النوت اب أو تو دو ليست. في بقى لو عايز أعمل سيستم كبير، مثلا سيستم إدارة مصاريف أو سيستم إدارة تسجيل مواد للطلاب زي ما شفنا في المثال السابق. لو في ابلكيشن فيه اعدادات بيحددها المستخدم زي اللغه او السيم، او ان انا اخزن البيانات خاصه بالمستخدم زي اسمه مثلا الايميل بتاعه والاي دي بتاعه، علشان تكون معايا خلال الابلكيشن واقدر استدعيها في اي وقت. في الحالات دي SQ Flight بتكون الحل الامثل، لانها بتكون سريعه، تشتغل اوفلاين، كمان بتوفر لك تحكم كامل في شكل وتكوين قواعد البيانات، وكمان مدعومه رسميا في فلاتر ومجربه في تطبيقات كتير. قبل ما نختم الفيديو حابب اوريك ايه اللي احنا هنشتغل عليه في البلاي ليست دي. احنا هنبني ابلكيشن بسيط جدا اسمه نوت اب، من خلاله ان انا اقدر اضيف نوت جديده، او ان انا اعمل عليها ابديت او اعمل عليها ديليت. فانا دلوقتي مثلا هضيف نوت جديده، اقول له نوت 1. الكونتنت بتاعها هيكون مثلا كونتنت اوف نوت 1. فكده انا عملت كرييت لنوت جديده، اقدر النوت ديت اقدر اعدل عليها. مثلا لو عايز اعدل عليها هعدل على التايتل، مثلا اقول ان النوت 1 دي هتكون اسمها نوت 1 ابديت مثلا، وهعمل ابديت نوت، هلاقي انها حصل لها ابديت. لو عايز اعمل لها ديليت هضغط على الايكون ديت. ده اللي هنطبقه ان شاء الله مع بعض في البلاي ليست ديت. لو شايف انك استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك علشان تتابع باقي السلسله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.